تحسبوا السعرات الحرارية اللي انتم بحاجة لإلها يوميا. اليوم بالفيديو رح أعلمكم الطريقة كيف بنقدر نحسب سعراتنا الحرارية اللي بنحتاج لإلها، عن طريق انه نستخدم معادلة بندخل فيها العمر والطول والوزن، فتأكدوا انه تحسبوهم مظبوط. كمان بدنا نحسب المجهود البدني او النشاط البدني اللي احنا بنعمله، فرح نحطهم بالمعادلة بيطلع عندكم السعرات الحرارية اللي انتم بحاجة لها يوميا. في حال حبيتوا تخففوا من الوزن بدكم تشيلوا من هاي السعرات الحرارية لتقدروا تعملوا حمية لخفض الوزن. في حال بدنا يزيد وزننا بدنا نزيد من السعرات الحرارية لنقدر ننزل من الوزن. ويلا نبدأ بفيديو اليوم. في عنا كتير معادلات لحساب السعرات الحرارية اليومية. أشهر هاي المعادلات معادلة بنسميها هاريس بنديكت إيكويشن. بهاي المعادلة بندخل عنا 3 عوامل أساسية، بندخل العمر والطول والوزن، بيطلع عنا إشي بنسميه البي ام ار بيزل ميتابوليك ريت، يعني قد ايه كمية السعرات الحرارية اللي جسمكم بحاجة لإلها دون بذل أي مجهود بدني. بس احنا بنتحرك، بنمشي، بنقوم، بنهضم الأكل، هاي كلها طاقة، فلازم نضربها بالنشاط البدني والحركة. يعني الحركة اليومية اللي احنا بنعملها، بدنا نتحرك، بدنا نمشي، فبيعتمد على الرقم اللي بنضربه بالبي ام ار على حسب النشاط البدني اللي بدنا نعمله. اول اشي هاي المعادلة بسموها هاريس بنديكت ايكويشن، مقسمة. في عنا معادلة للفيميل للرجال، وفي معادلة للسيدات. رح نبدأ بأول معادلة اللي هي للرجال، ورح أعطيكم مثال عليها. المعادلة كالآتي: 66 زائد، بنضرب بالقوس عندنا الويت اللي هو الوزن، والوزن لازم يكون بالكيلوغرام، بنضربه ب 13.7. بعدين 5 بنضربه بالهايت اللي هو الطول بالسنتيمتر، بننقص الرقم من 6.8 ضرب الايج او العمر. هاي المعادلة كتير بسيطة. يعني مثلا إذا عندنا مثال هون، رجل وزنه 75 كيلو، طوله 183 سنتي، عمره 38، وبي اي اللي هو فيزيكال اكتيفيتي، النشاط البدني. النشاط البدني بيعتمد، ممكن يكون فيري لايت، يعني ما بتحرك حركه كتير خفيفه، بنضربها ب 1.3. ممكن لايت خفيف 1.6. مودريت متوسط الشده 1.7. متوسط يعني ممكن عم بعمل 4-5 مرات رياضه. هيفي كتير، واكسبشنال هيفي كتير، يعني هون لرياضيين اللي بيلعبوا 2-3 بالنهار، فبتضرب بهذا الرقم. فمثلا إذا نبدأ بالمعادلة، بنقول إذا بدنا نفرغ المعادلة 66 زائد 13.7 نضربها بالوزن، الوزن اللي هو 75 زائد 5 بدنا نضربها بالطول اللي هو بالسنتيمتر 183 ناقص 6.8 بالعمر اللي هو 38. بيطلع عنا الرقم، بس تحسبوا هذا الرقم بيطلع عنا 1750. إذا هذا الشخص، هذا بسميه بي ام ار اللي هو قبل ما نضربها بالنشاط البدني، إذا هذا الشخص نشاطه المتوسط لايت يعني تقريبا، فبنضرب هذا الرقم 1750 بدنا نضربها ب 1.6 بيطلع 2800. يعني هذا الشخص احتياجاته في اليوم 2800 سعرة حرارية. بدنا ننزل من وزنه، ممكن نشيل 500 سعرة حرارية أو 1000 سعرة حرارية. بدنا نزيد من وزنه، بدنا نزيد عليه 500 أو 1000 سعرة حرارية. إذا جربتوا هاي المعادلة وطبقتوها، إذا عم بتتابعوني خبروني بالكومنتس والتعليقات كم سعرة حرارية طلع معكم عشان نشوفها مع بعض. طيب خلينا ننتقل لمعادلة السيدات أو الفيميلز. هاريس بنديكت إيكويشن، هاي المعادلة للسيدات أو الفيميلز، السيدات مختلفة. المعادلة كالآتي: 655 نضربها ب 9.6 بنضربه بالوزن، 1.8 بنضربه بالطول اللي هو برضه بالسنتيمتر، ناقص 4.7 بنضربها بالايج او العمر. وعندنا هي النشاط البدني للسيدات: very light 1.3، light 1.5، moderate 1.6، heavy 1.9، exceptional 2.2. خلينا نشوف هذا المثال. 655 زائد 9.6 9.6 بنضربها بالوزن اللي هو
67، نفرض هاي السيدة وزنها 67 زائد 1.8 بدنا نضربه بالطول بالسنتيمتر 168 ناقص 4.7 بنضربها بالعمر نقول 23. فطلع عنا البي ام ار 1492 1490 سعرة حرارية. إذا كان النشاط البدني عندها مثلا very light بنضربه ب 1.3 بيطلع عنا 1940 سعرة حرارية. هاي السعرات اللي هي بحاجة لإلها عشان تحافظ على وزنها. إذا بدها تنزل من وزنها ممكن نشيل 500 سعرة حرارية نعطيها مثلا 1440 سعرة حرارية أو 1500 سعرة حرارية. بدنا نزيد من وزنها بدنا نزيد عليهم سعرات حرارية. هاي المعادلة بسيطة وسهلة تقدروا تطبقوها تشوفوا انتوا قد ايه بحاجة لسعرات حرارية لتقدروا تحافظوا على وزنكم تنزلوا من وزنكم أو تزيدوا وزنكم. بحب أشوف كمان بالكومنتس قد ايه طلع معكم الأرقام وتخبروني هل هو فوق المتوقع ولا أقل من المتوقع. بفيديو اليوم حبيت أعطيكم هاي المعادلة البسيطة. كتير بيجيني استفسارات عن هذا الموضوع. أكيد إذا بدكم أي مساعدة بتخطيط الحميات الخاصة فيكم كيف تقسموا هالسعرات الحرارية بحمية صحية مناسبة لكم حسب وضعكم الصحي بس عليكم تدخلوا على موقع الإلكتروني www.rubadiet.com. تقدروا تختاروا الباقة المناسبة فضية ذهبية أو ماسية لأقدر أعمل لكم حمية مناسبة. وما تنسوا أنه على موقع الإلكتروني في مجموعة كبيرة جدا من الوصفات الصحية. كل هاي الوصفات محسوبة بالسعرات الحرارية فبتقدروا تستخدموا هاي الوصفات بحمياتكم الصحية لتقدروا تخسروا وزن تحافظوا على الوزن أو حتى لحياة صحية. إذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين توصلكم فيديوهاتي أول بأول بس عليكم تعملوا سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس. إذا فعلتوا الجرس أول ما أنزل فيديو بيعطيكم تنبيه وبتقدروا تحضروا فيديوهاتي أول بأول وتستفيدوا منها. وإذا حبيتوا هذا الفيديو وحابين تشاركوه مع أصحابكم وأحبابكم بس تقدروا تعملوا كمان شير للفيديو. أنا أكيد بشوفكم بفيديو جديد معلومات تغذية جديدة وإن شاء الله تكون دايما باستفادة لإلكم ولصحتكم. وبشوفكم أنا أكيد بفيديوهات جديدة. باي باي.